الاي سي دبليو معروف بالحاجات المجنونة اللي فيه، يعني انا مش عارف ازاي كانوا بيجيبوا فلوس الترابيزات دي كلها. وعلى الرغم من انه ما كانش الجيل بتاعنا الا اننا شفنا على الاقل لقطات ليه وتعلقنا بيه بشكل ما. يعني المهم ان انا النهاردة عايز اكلمكم شوية عن تاريخه وازاي بدأ وازاي انتهى. اي سي دبليو ايسترن تشامبيونشيب راسلينج اللي اكتشفها هو تود جوردن سنة 1992، وأول عرض اتعمل للإي سي دبليو كان 25 فبراير في نفس السنة، واتعمل بميزانية قليلة ومصارعين نصهم عواجيز ونصهم مش معروفين. وبعدين بدأوا يتوسعوا بقى ويوقعوا مع المصارعين اللي احنا عارفينهم ساند مان وبقية الروستر، وكمان وقعوا مع قناة زي العروض سنة 1993 ومع بوكر يكتب السكريبتات ويظبط الماتشات اللي هو ايدي جيلبرت. وبعدها بول هيمن جه بس كان لسه مانجر او مجرد اداري، يعني ما كانش لسه ماسك حاجة كبيرة. وقتها البطل بتاعهم كان تيتو سانتانا، ده الوالد كان بيتفرج عليه، يعني شوفوا بكلمكم من امتى كان بيتفرج عليه وهو قدي كده. وكانوا لسه مظبطين ارينا مكان يتعمل في العروض اسمه فايكنج ارينا، خلوها اي سي دبليو ارينا، والجماهير كانوا 650 واحد بس. المهم نطروا لجيلبرت قبل كاش وبول هيمن بقى البوكر، انطر قبل كاش. هو اللي بقى يكتب السكريبتات ويظبط الماتشات. بقى نقطة التحول 27 أغسطس 1994 في تورنمنت أو زي بطولة كده اتعملت على حزام ال NWA الاتحاد الوطني للمصارعة اللي ال ECW كانت تابعه وقتها. المهم إن شين دوجلاس كسب في النهائي وجاب اللقب ده رماه اللي هو لقب ال NWA وقعد يخبط فيهم، وجاب لقب تاني اللي هو لقب ال ECW وقال ده اللقب اللي بجد اللي المفروض نلعب عليه. والحركة دي ساعتها عملت مشاكل كبيرة بين ال NWA وال ECW، وتود جوردن ساعتها طلع يعلن استقلال الشركة وغير اسمها بدل Eastern Championship Wrestling لإكستريم Championship Wrestling. ومن هنا بدأوا فعلا يبقوا اكستريم. في ماتش بين الساند مان اللي كان بيطلع بإزازة بيرة وسجارة وتومي دريمر اللي كان راجل محترم عادي جدا، كان ماتش اللي هيخسر هياخد 10 ضربات على ظهره بالخرزانة أو العصاية اللي مع الساند مان دي. المهم دريمر خسر وأخد ال10 ضربات فعلا. وبدأوا كمان يعملوا حاجات أعنف في الديس ماتشز بقى والحاجات دي، وبقى عندهم روستر متكلف بقى سابو وتيري فانك وكاكتوس جاك وتاز زماني. بس يوم 8 إبريل سنة 1995 سابوه وقع إنه يلعب ماتش مع نيو جابان، بس كان لسه في الإي سي دبليو عادي. بس بول هيمن بقى اللي اتضايق من قراره ورفضه وجاب ريك ستاينر يلعب الماتش مكانه. ومش بس كده، طلع يهزقه ويسفل فيه والجماهير كمان بدأوا يشتموه، طلع يسفل فيه قدام 1100 واحد. المهم التاك تيم ديفيجن ساعتها كان مولع، بابليك انمي والبيت بولز والدادلي بويز، وكمان وقعوا مع الجانجسترز نيو جاك ومصطفى اللي الستايل بتاعهم كان عنيف قوي. في نفس السنة 1995 ما تفهمش تود جوردن فقد الشغف ولا ايه، فساب الحمل كله على بول هيمن، خلى بول هيمن هو اللي يمسك الاتحاد كله. وبعد ما بول هيمن مسك الاتحاد فضل يودي ويجيب في مصارعين، ده حتى جاب ري ميستيريو وستون كولد وكريس بنوا. 28 أكتوبر 1995، مش عارف ايه السنة الزحمة دي، في ماتش بين أساطير الهارد كور تيري فانك وكاكتوس جاك. كاكتوس جاك ولع في كرسي وقعد يطوح بيه، فالنار شبطت في تيري فانك، شبطت فيه ومرضتش تطفي، ده كمان كان جنب الحلبة، فشبطت في واحد من الجماهير وعملوا إخلاء وحوارات واتحاكموا طبعا عشان حتى ما كانش معاهم دكتور في العرض عشان لو حد حصل له حاجة. وعشان بول هيمن يصالح الفانز طلع في عرض نوفمبر تو ريمبر يعتذر، لا يقدم لهم عودة سابوه بس أكيد اعتذر طبعا. بعدها وقع مع روب فان دام وشخصيات كوميدية كمان زي ذا بلو ميني. وكل ما أبص على الروستر ده ما يجيش في دماغي غير حاجة واحدة، مات ديكي ده شرط مصارعة، يعني حرفيا البلو ميني ده أنا مشوفتوش غير في لعبة راسلينج ريفولوشن. ما علينا. وغير الستايل الإكستريم إن هما يكسروا ترابيزات، ينطوا على الفانز، يكسروا الكراسي وديس ماتشز بقى ودم، بس اقدر اقول ان هما كانوا بيعملوها بطريقه بروفيشنال، بطريقه احترافيه اكتر، على عكس السي زي دبليو اللي بيعملوها بطريقه احترافيه برضو على عيني وراسي والله. بس مش عارف، وانا بتفرج على السي زي دبليو دايما بحس ان في نصيبه هتحصل. المهم مش موضوعنا، بس الاي سي دبليو برضو فيها حاجات عنيفه قوي وما تنفعش تتعمل، زي ان هما كانوا بينطوا من مرتفعات وبينزلوا على اسفلت
حرفيا اسفل الارض، ما كانتش متأمنة زي دلوقتي. وحتى جماهير الاي سي دبليو كانوا مجانين. مرة تيري فانك طلب منهم كرسي، من الجمهور كله رمى عليه كراسي، يعني المنظر كان مرعب. بس أعنف حاجة في الاي سي دبليو هي البارب واير. في ماتش بين سابوه وتيري فانك، البارب واير مسك فيهم واحتاجوا حاجة اسمها واير كتر عشان يسلكوهم من العبط ده، وبيبقى منظر وحش قوي، منظر صعب فعلا، اللي هو مش المفروض تشوف انسان في الحالة دي. سابوه اللي مات من كام يوم، والاعمار بيد الله طبعا، بس يعني واضح جدا مات ليه. عمل ماتش بارب واير زي الماتش العنيف ده، بس ساعتها انت كنت شاب، يعني هتيجي تعمله وانت عندك 60 سنة؟ بس غير العنف كانوا بيقدموا مصارعة فعلا وحركات جامدة. وقتها روب فان دام وسابوه كانوا بيعملوا ماتشات جامدة ضد بعض، وحركات لو عملتها في فيديو جيم صحابك هيقعدوا يعرصولك. في 23 نوفمبر سنة 1996، الجانجسترز أو الجانجستاز من غير الهارد نيو جاك ومصطفى كانوا المفروض يلعبوا ضد ديفون دادلي واكسل روتون، اللي معرفش يجي بسبب ان جدته ماتت وحصل شوية مشاكل في تذكرة السفر. بس على اخر لحظة جه مصارع بداله من اتحاد صغير اسمه إيريك كولاس، واسم الحلبة بتاعه ماس ترانزيت. بس المشكلة انه كسب كسبتين عشان يلعب الماتش ده، انه فوق السن القانوني او فوق 18 سنة يعني، وهو كان عنده 17 سنة، وان هو متدرب تحت ايد مصارعين كبار. واللي حصل ان نيو جاك وستايل المصارعة العنيف اللي معروف بيه، يعني نيو جاك ده عايز له فيديو لوحده، قولوا لي لو عايزين يعني، ولو مش عايزين برضو هعمل. إيريك كولاس او ماس ترانزيت طلب منه ان هو يعمل له كت كده. نيو جاك ما صدق طبعا، وهو معروف اصلا بالعنف ده. جاب سلاح وفعلا عمل له القط. وده الجزء اللي انا مش بحبه من المصارعة. ما عنديش مشكلة مع الدم، بس لو اتعمل بطريقة بروفيشنال، اللي هو المصارعين بيبقوا متدربين عليها. يطلع موس صغير كده كان بيخبيها في البتاع اللي رابطها حوالين ايده دي، بيشده كده ويعملها بطريقة معينة لنفسه، يعني محها يعني محدش يجرب. لكن بالطريقة دي ان هما يعملوها لبعض وبالعنف ده، في عروق هنا مش عارف. انتوا ساعات اهو منورين اهو، ممكن بالطريقة دي يجيب واحد منهم وساعتها تبقى نصيبة. وده بالظبط اللي حصل، والولد نزف كتير قوي. وابوه بقى جاي بعديه يقول ان ابنه كان عنده 17 سنة بس. طب ما كان من الاول يا حاج؟ طب ليه بتوديه صارع نيو جاك يعني؟ والاسعاف اخده. ومش عايز اجيب رقم من الكيس كده، بس خد غرز كتير قوي. والاي سي دبليو دفع غرامة. بس المشكلة ان نيو جاك ما اتحكمش وقتها، الزنجي ما اتحكمش وقتها. الدبليو دبليو اف اللي هي الدبليو دبليو اي حاليا كان بتخسر جماهير قصاد الدبليو سي دبليو. وعشان يعملوا قلق ويرجعوا الجماهير يتفرجوا عليهم تاني، عملوا تحالف بسيط كده بينهم وبين الاي سي دبليو، يجيبوا مصارعين من الاي سي دبليو يعملوا لقطة في الدبليو دبليو اف والعكس. والحركة دي كمان ساعدت الاي سي دبليو، وعملوا اول بي بير فيو ليهم، او نظام الدفع. كان اسمه بالعربي غريب اوي. نظام الدفع لكل مشاهدة. اتعمل 13 ابريل 1997 باسم بيرلي ليجل، يعني مسموح بالعافية. حتى الاسم عنيف، بماتشات جامدة وجمهور عددهم 100,000. بدأنا نخش في التقيل بقى. وعملوا تاني بي برفيو ليهم اللي هو هارد كور. وعملوا تاني هارد كور. عايز اعمل نفسي مثقف، وربنا ما نفع وربنا ما جاية معايا. وعملوا تاني بي برفيو ليهم اللي هو هارد كور هيفن في 17 أغسطس 1997. وفي 1998 تاز عمل اللقب الخاص بيه اللي هو ال FTW، اللي شفناه في ال AEW برضو مع ابنه هوك، اللي خلاص خلى اللقب يعتزل، أو بمعنى صح رجع اللقب لأبوه. وفي سبتمبر 1998 ساند مان، اللي كان مع الاتحاد من بدايته واللي كان في جماهير بتتفرج على العرض عشانه مخصوص، مشي من ال ECW عشان يوقع 3 سنين مع ال WCW. وبعدها 3-4 مصارعين كمان مشيوا من الاتحاد، عشان اتحاد ال ECW كان بيواجه مشاكل مادية مما أثر على مرتبات المصارعين. وفي وسط المشاكل دي شين دوجلاس مشي من ال ECW هو كمان، قبل عرض هارد كور هيفن اللي اتعمل سنة 1999 بيوم. تخيلوا بيوم. وفي نفس اليوم طلع في اتحاد صغير يشتم في بول هيمن ويفضح المشاكل اللي في الاي سي دبليو وقتها.
مع ذلك عرض هارد كور هيفن اتعمل وكسر الدنيا. وبعدها بكام أسبوع ال ECW وقعت مع قناة كبيرة تذيع العروض اللي هي ال TNN. 23 أكتوبر 1999 ساند مان رجع والجمهور كان هيتجنجن من الفرحة. بس برضو المشاكل ملاحقة بول هيمن لأن سابوه ووقع مع الإكس بي دبليو اللي بول هيمن عمل مشاكل معاهم عشان كانوا مستخدمين إكستريم في اسمهم مع اختلاف السبيلنج طبعا. وغير المشاكل اللي كانوا بيواجهوها في الفلوس WWF وقعت مع ال TNN وبول هيمن اتضايق من قناة ال TNN على الحركة اللي عملتها دي اللي هو طب والعقد اللي بينا. وروب فان دام راح يصور فيلم ولا مش عارف يعمل ايه. وجيري لين كمان كان عايز يمشي من الشركة. ونيو جاك كمان مشي والاتحاد خلاص بدأ يموت. بس بول هيمن قال للجماهير ان هو هيعمل لهم مفاجأة في عرض جيلتي از تشارجد اللي اتعمل في 7 يناير 2001. والجماهير كانت مستنية ان هو يوقع مع قناة جديدة بقى تذيع العروض. لا، طلع عودة روب فان دام وهزم جيري لين في المين ايفنت. بس وقتها ال ECW فعلا كانت بتشطب حتى ما كانش فيه قناة تذيع العروض. واخر عرض لل ECW اتعمل 13 يناير 2001 اللي في آخر ماتش في العرض ده ساند مان هزم جاستن كريديبل. وبعدها خلاص ال ECW رسميا انتهت. أنا طالع من البيت مخصوص عشان أصور لكم خاتمة. بعدها بول هيمن بقى معلق لل WWF ومصارعين كتير من ال ECW راح وراه برضو ال WWF. وبعد كده ال ECW رسميا انتهت. اي عرض بعد كده كان ال WWE اللي عاملاه عشان تحيي ذكرى ال ECW وخلاص. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم.